شوفوا معايا الاخوان، هاد المخده هذه اللي كتسخن بالضوء، كتركب لها البريز هنايا وكتولي سخونه، كيدفيو بها الفراش وبزاف ديال الحوايج. شنو بان لكم اننا نفتحوها ونشوفوا شنو كاين لداخل ديالها والطريقه باش كتخدم. بطبيعه الحال كتكون عامره بواحد الماء من داخل اللي كيشد السخونيه، وفيها شي د البياس اللي كاين داخل. ولكن قبل ما نفتحوها ونشوفوا الطريقه باش كتخدم، اجيو بعدا نجربوها الاخوان. دابا المشكل انا ما عنديش بحال هاد البريز هذا، شوفوا كيفاش داير. المهم نحاولوا كيفاش نديبانيو ونعبروا بعدا نشوفوا هاد النقط هادو، نشوفوا شكون اللي متصلين. شتي دابا هذا مع هذا نفس الشيء، اذا غنخدموا بهاد الجوج هادو. والله القسم الا خدامه، هي دابا جالسه كتسخن، كطلع فيها السخونيه بشويه بشويه. بطبيعة الحال البياسة قديمة وواكلة الدق، ولكن نقدروا نفهموا الطريقة باش خدامة. يعني القضية بسيطة، هذا راه غير الماء الاخوان. الماء كيديروا له واحد جوج ديال الاقطاب، بحيث ان الماء كيدير كوت سيركوي وكيبدا كيسخن الماء، فهمتوا؟ هادشي هو اللي خلى هاد الاقطاب انهم بداو كيذوبوا كما لاحظتوا. بطبيعة الحال هاد الماء هذا شوف كيفاش رجع بحال اللي فيه التراب، بسبب ان هاد الاقطاب هادو كيبداو يذوبوا وكيتحللوا وكيتصداو وكيطلقوا ديك الصدى هذا في الماء. مع ذلك باقي خدام، يعني واخا عياو هادو مازال خدام لحد الساعة. ولكن كما كتشوفوا المبدا فهو بسيط بزاف. بطبيعه الحال هاد اللعيبه هادي ملي يبدا الماء كيسخن وكيبدا يغلي، ممكن انه يتنفخ هاد الكيس هذا ويطرطق عليك، خصوصا الا ديرو في الفراش ولا شي حاجه. شكون اللي كيضمن انه ما يوقعش هاد الشيء؟ هي هاد البياسه اللي جبدنا دابا، ترموستا مكتوبه فيها 70، يعني 70 درجه. هادي غير كيوصل الماء ل 70 درجه كتقطع الضوء، فهمتوا؟ باش كتضمن بانه ما يوقعش شي مشكل. ولكن بصفه عامه كما كتلاحظوا المبدا بسيط بزاف، فقط انهم كيعزلوا هاد السلوك هادو مزيان بالسيليكون باش ما يقيسهمش الماء، يعني السلوكات الدخلانيين حتى الترموستا ما كيقيسهاش الماء. وصافي، قضيه بسيطه بزاف. شي نهار نصايبوا شي وحده ان شاء الله، يعني كما شفتوا الامر بسيط.